ريحنا لان هو كان تعبنا نفسيا. ملحقش يسلم عليه قبل ما يموت، وقال إن موته راحة بالنسبة ليه رغم إنه كان ابنه الوحيد. المونولوجيست عادل الفار قلب الدنيا بتصريحاته. إزاي بيتكلم كده عن ابنه؟ وهل فعلا سبب الموت ابنه إنه كشف سر من أسراره؟ تعالوا نقول لكم إيه الحكاية. مين فينا مش فاكر المونولوجيست عادل الفار اللي على الرغم من أدواره الصغيرة في السينما والدراما إلا إنه ليه مشاهد كتير معلقة معانا في الذاكرة، لكن الحظ ما حلفهوش في باقي مسيرته الفنية، وده اللي خلاه يختفي عن الأنظار مع ناس كتير الوسط الفني ما انصفهاش ولا اداها حقها. لكنه رجع من تاني مش بسبب الحكاية دي، ده اتصدر لترند بسبب كلامه عن وفاة ابنه الوحيد شادي، اللي على الرغم من إنه مات من أكتر من سنتين لكن تصريحاته وقتها كانت صادمة جدا، والجمهور فضل معلق في دماغه الكلام اللي قاله. لأنه أول ما مات عادل طلع وقال الحمد لله إنه مات، ارتحنا منه، على الرغم من إنه كان ابنه الوحيد ومات في عز شبابه. وده اللي خلى الجمهور يستغرب هو إزاي بيقول كده، وإيه اللي زاد التساؤلات دي؟ إنه قبل ما يموت كمان كشف سر كبير من أسراره، وطلع وقال إنه شادي كان مدمن مخدرات وإنه زهق منه ومن تصرفاته، وفي نفس اليوم اللي قال فيه الكلام ده شادي مات. علشان كده الأغلب افتكر إنه مات بسبب تصريحات والده دي، لكن الحقيقة غير كده خالص. وطلع عادل الفار وضح الحقيقة للجمهور وقال خبر وفاة ابني شادي كان مؤلم جدا، هو تعب قوي وانا كنت قاعد في القهوة مع اصحابي ومراتي خدته وراحت المستشفى، وانا كنت زعلان منه في الفترة دي ومتغاظ علشان ما كانش بيسمع كلامي وبيشرب سجاير كتير. والدته أخدته المستشفى، فرحت على المستشفى شفته جاي من بعيد ومقعدينه على العجلة اللي بتمشي، وكنت متضايق منه قوي، وتاني يوم عرفت إنه مات وأنا ما سلمتش عليه قبل ما يموت، واتأثرت جدا لأنه كان حبيبي وغاوي فن. المستشفى اللي شادي ابني مات فيها وأنا كنت مقعد المساعد بتاعي معاه يشوف هو عايز إيه ويعمله له، وبعدين بلغني تاني يوم إنه مات. مش قادر أنسى صورته الأخيرة وهو متوفي، وطول الوقت لما افتكره ببقى عايز أعيط لأنه ابني الوحيد. وما عنديش دلوقتي غير بنتي وهي اتجوزت وسافرت مع جوزها أمريكا. وكمل كلامه وقال أنا ارتحت إن ربنا أخده واستريح، أنا زعلت وندمت إني أعلنت عن إدمانه، لكن هو فعلا الله يرحمه ويحسن إليه ويسامحه كان دخل في المخدرات وفقد السيطرة عليه، وكان عنده كذا قضية ومستقبله راح. قلت إحنا استريحنا كان قصدي إني أستريح لأنه كان تعبنا نفسيا. بعد التصريحات دي الجمهور اتعاطف معاه وبقى شايف إنه كان بيتكلم بفطرته ومش أكتر. ادعوا لابن الفنان عادل الفار بالرحمة، وما تنسوش تفعلوا زر الجرس والإشعارات علشان يوصل لكم كل جديد من موقع صوت الملايين.